السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ما تنسوناش من الصلاة على النبي، وما تنسوناش من الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وكومنت كده حلو زيكم، وربنا يبارك ليكم. النهاردة انا قلت هعمل معاكم مكرونة بالبشاميل. سر المكرونة بالبشاميل وايه اللي بيخليها تبقى طالعه بطعم يجنن كده وطعم جوسي، وبتبقى كمان مقرمشه كده وحلوه وتحفه. انا كان عندي طبعا مكرونه بشاميل، عندي طبقين. الطبقين دول كل واحد فيهم نص كيلو، يعني انا كنت جايبه كيلو بالظبط بشاميل، كيلو لحمه مفرومه اسفه. بس اقول لكم انا المره دي ما استخدمتش الكيلو كله، انا قسمت الكيلو نصين. خلينا نتكلم بعمليه ونتكلم بصراحه، واحنا في رمضان وفي ايام مفترجه، ويا جماعه لازم ناخد بالنا ان يعني الحياه بقت صعبه والظروف بقت صعبه. فانا عملت ايه؟ انا استخدمت نص كيلو منهم، عملت بيه الحشوه بتاعه المكرونه بشاميل، والنص التاني ركنت، قلت يعني النص التاني عملته في وقتها كفته. بصوا يا جماعه، انا بستخدم الدقيق ده تحفه جدا للمخبوزات كلها، ورائع. انا حطيت كوبايتين لبن، وحطيت لهم كوبايه ميه في الخلاط. انا بحب اعمل البشاميل على البارد، وحطيت لهم معلقتين دقيق، وحطيت التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين، البهارات كزبرة وفلفل وشطة وذرة بابريكا صغنونة جدا جدا. والمهم خدت ضربته في الخلاط. انا بحب اعمل بشاميل على البارد. ضربت البشاميل في الخلاط يا بنات، وحطيته، جبت حلة وحطيتها طبعا على النار كده، وحطيت البشاميل فيها وسبت البشاميل على النار. على فكرة لا بيتلكك بيتكعب، يعني بيعمل كلاكيع منك ولا بيعمل اي حاجة، صدقيني والله العظيم مش بيعمل اي تكتلات او كلاكيع منك. لو انت عملتيه على البارد بيبقى تحفة 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 وما فيهوش اي حاجة. عملت طبعا البشاميل على البارد زي ما انتم شايفين. وبعدين دي يعني بحط له طبعا زبدة، بحط البشاميل زبدة. انتي عندك زبدة حطي زبدة، انتي عندك سمنة بلدي حطي سمنة بلدي، انتي عندك زيت وعايزة تعمليها بالزيت حطي زيت، اللي انتي عايزة تعمليه. انا مش بصوا، المتاح ليكي اعمليه، اللي عندك في البيت متوفر ليكي اعمليه. انا هنا كنت محضره الميه، وبدات احط فيها المكرونه القلم. انا بعمل، في ناس بتحب تعمل مكرونه بشاميل بالقلم، تحط مكرونه قلم ومكرونه سباكيتي. انا من الناس اللي بحب احط مكرونه قلم، انا بحبها بالمكرونه قلم. بقى كده لما تبقى ماسكه نفسها وتبقى جوسي كده ومقرمشه، انا بحبها بالمكرونه القلم. كان عندي انا يعني كنت شارة طبعا حاجة رمضان، فانا استخدمت في المقدار ده بالظبط، استخدمت كيسين. كانت كيسين مكرونة لمتنا، وتقريبا كيسين ونص اللي استخدمتهم. النص كيلو التاني اهو يا بنات انا استخدمته، عملت بيه ايه بقى؟ ده سوري، ده النص كيلو اللي انا حشيت بيه. النص التاني انا عملته بصراحة كفتة، وعملت صنفين بس على الفطار. عملت صيف مكرونة البشاميل، وعملت الكفتة اللي هي الصوابع. وخلينا نتكلم بصراحة وبعملية، انا حرام اعمل اكتر، يعني اعمل اكتر من كده ليه؟ يعني النص كيلو كويس قوي بالنسبة لاربع افراد، على اساس ان انت احنا بس هنفطر بس. يعني انا اقصد ان انت ما تكتريش في الاكل وترمي، لا اعملي اكل على قد الفطار، لانه في رمضان بيبقى كل يوم نفس، يعني بيبقى نفسهم في كل يوم يعني تعملهم حاجة جديدة، تنوعي لهم في الاكل. فما تعمليش كمية كبيرة وتقعد عندك في التلاجة باليومين، وتلاقي الولاد تاني يوم بيقولك لا احنا مثلا عايزين ناكل كذا، او احنا نفسنا ناكل كذا. فهتلاقي الاكل القديم اللي عندك منوي محطوط في التلاجة. طب وليه؟ اعملي كميات على قد الفطار، تفطري منه على قد الفطار، تفطروا منه ويخلص، وتاني يوم نعمل اكل جديد وننوع في الاكل. فانا زي ما بقول لكم عملت نص كيلو. نص كيلو ده كان عليه كيسين ونص من مكرونه لمتنا، بس وعليه نص كيلو نص كيلو لحمه مفرومه. انا مش عارفه في ايه، الواحد صايم مش مركز في الكلام كده، وصاحي من النوم مش مركز اصلا. المهم انا جبت الصينيه دي، الصينيه بتاعتي انا كنت عامله فيها المكرونه بالبشاميل. حطيت طبعا
المكرونه انا حطيت الاول طبقه بشاميل من تحت. وانا هتقولي انت كنت بتجري بسرعه ليه؟ كنت بجري لان بصراحه كنت متاخره جدا، وكان الفطار يعني بصوا متاخره على ميعاد الفطار، فكنت بجري عايزه اعمل بسرعه وعايزه انجز بسرعه، على اساس ان الاكل بقى الفطار يعني يأذن المغرب تكون الاكل جاهز. فانا كانت مشكلتي بقى في الحياه ان انا صحيت متاخره في اليوم ده، وبديت في الاكل متاخر. عشان كده كنت ماشيه يعني بصوا بجري كده، يعني عايزه بصوا عايزه اجري كده زي بسرعه الطياره، بجري جري. اللي ما حطيت لناش اللايك يا بنات بفكركم، اللي ما حطيت لناش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه بفكركم يا بنات، ما تنسناش. كل سنه وانتم طيبين وجزاكم الله كل خير. اختكم والله العظيم انا بصوا صايمه وتعبانه وبصور وبعمل مونتاج وعندي شوفوا رمضان بقى والبيت بيبقى عامل ايه، وبتبقي مضغوطه قد ايه. كل ده والله العظيم يعني في سبيل ان انا برضو ان انا ما اقصرش معاكم. حطيت البشاميل من فوق كده، انا بحب دايما احط بشاميل من تحت واحط بشاميل من فوق. بحب المكرونه تبقى جوسي، يعني في ستات بتحط المكرونه وتحط لها بشاميل وتقلبها كلها في بعضيها، وبعد كده تحط طبقه في الصينيه وتحط المكرونه عادي. لا انا ما بحبهاش تبقى يعني غطس قوي كده في البشاميل وصيصه، فاهمين؟ انا بحبها تبقى جوسي، فلما بتبقى جوسي بيبقى طعمها حلو كده وبتبقى جميله. حطيت زي ما انتوا شايفين كده المكرونة في الصينية، والحمد لله، وربنا يديمها نعم علينا ويحفظها من الزوال. وحطيت من فوق طبعا قطع زبدة، قطعت حتت زبدة كده اهو حطيتها على الوش نشرتها. ودي كانت صينية مكرونة بشاميل، بس للأسف أنا لما طلعتها من الفرن كنت متأخرة جدا، قطعت بسرعة 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 وطلعتها على الفطار لأن كان المغرب أذن، فكنت عايزة ألحق نفسي بسرعة. بس كان طعمها حلو وكان جوسي. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.